بالفعل قعدت في البيت وقلت لنفسي انا قد ايه بكلمكم عن التربيه وانا عندي خلل في التربيه لنفسي، وقد ايه بكلمكم عن التربيه للابناء وانا عايزه اخلف وابقى عندي اغلاط لان انا مش مربيه نفسي. بما انه الحل في القران فخلاص انا هتفرغ للقران. وهنا بدأت المشقة، لأنه أول شهر من البداية مع القرآن حصلت كوارث. حصل نزيف في المعدة، حصل جرثومة في المعدة وقرح في المعدة وقصص كتير كتير كتير. كلمة مؤلمة هي أقل حاجة ممكن تتقال عن الفترة دي. وقعدنا في الفترة دي حوالي 3 شهور بنتعالج منها. كنت بقول لنفسي ده تحدي جديد، لأنك مش هتقدري تقعدي في البيت كتير، فيا إما تكملي على القرآن يا إما الألم ده يوقفك. حجزنا فترة مستشفى، فترة نقل في البيت، فترات عدت كتير جدا اتمنع فيها الأكل والشرب تماما، وأي حاجة تدخل في المعدة خالص، حتى المية كل حاجة، أي حاجة يعني أورال تتمنع خالص، وكل الحاجات تبقى بتتاخد بحقن. مش متخيلة ان انا بتكلم عن الفترة دي دلوقتي وهي عدت يعني. المهم خلصنا الفترة دي كلها. مكنتش متخيلة خالص، احنا بس قررنا ان اخر شوية في الفيديو ان احنا نسمعهم لوحدهم. هنزل لكم دلوقتي لما كنت بسمع في اخر صفحتين، لان دول اللي بدأنا فيهم تصوير، قد ايه اتلخبطت وقد ايه قلت حاجات غلط وقد ايه ما كنتش عارفة اسمع من شدة ان انا كنت بترعش، مش عارفة عقلي يستوعب ان انا عملت كده. ان احنا خلصنا من التفسير، ان احنا وصلنا للمرحله دي، ان احنا سمعنا في جلسه انه عدوا ال7 شهور وشويه دول بكل اوجاعهم. طيب يا جماعه، انا جايه لكم دلوقتي من المستقبل واحنا بنمنتج الفيديو ده علشان اقول لكم على شويه حاجات انا لاحظتها في الريل لما نزلته. في جزء منكم اتهمنا بالتمثيل، وفي ناس قالت وليه الدين يبقى على الملأ، وليه مش عارفه ايه، واضح ان دي امها وهما طبخينها، وكلام كده كتير كتير كتير. بجد انا مش متخيله اللي قالوا يعني ده سبب عامل ازاي، بس تمام. امي هي معلمه للقران وختمه بالقراءات ال10 زي ما قلت لكم، عندها كذا دار تحفيظ خاتم على ايديها آلافات من الناس. اللي حصل بالظبط ان احنا في الاخر كنت انا بدأت اهنج بسبب المرض زي ما انا كنت بحكي لكم من اول الفيديو، فماما كانت لسه بتركز معايا على الاحكام. بعدين قدرت ان انا الحماس واللحظة اللي انا فيها مش قادرة تخليني اجمع كلام خالص، ففي اللحظة دي ماما قررت ان هي تكملي تسميع عادي على اخطائي، وبعد ما اخلص تخليني يعني لما اهدى اقعد احفظ او اراجع بالاحكام واسمع الكام صورة اللي كانوا فاضلين كمان بالاحكام، علشان ما بقاش اخليت بالتسميع كله. ولكن هي سابتني في الاول، هي لو تلاحظوا في اول الفيديو كانت بتحاول ان هي تصحح لي. بعدين انا هسيب لكم في باقي الفيديو الحاجات اللي فيها اخطاء بس علشان افهمكم قد ايه الاخطاء كانت كبيرة، لان انا كنت من الرعشة ومن وهلة الموقف وانا مش فاهمة قوي اللي بيحصل. بقى الموضوع بالنسبة لي صادم، فهتفهموا كل حاجة من الفيديو ده. يا ريت من غير ما حد يذم في امي، ويا ريت ما حدش يقول كلام ملوش لازمة، علشان بجد الموضوع بقى مؤذي جدا. وما كسب وامرأته حمالة الحطب. وطرتوني انا متضرة. المثل تبت. ايوه، تبت يد ابي لهب وتب. أغنى عنه تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب وامرأته حمالة. سيصلى نارا. سيصلى نارا. نجينا في الآخر ما نقول في إيه؟ سامعك. تقول والله واحد يبقى كبسة بقى. ده الإمام الكسائي غلط في الفاتحة. تبت يد أبي لهب وتب وامرأته حمالة. هو انت عاوز ايه حمالة الحطب يعني؟ بس حمالة دي ستك يوم. تبت يد ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب وامرأته حمالة. اغنى عنه سيصلى نارا. تبت يد ابي لهب وتب سيصلى نارا ذات لهب. لا بتتوتري بالحاجة خالص خالص. مش مصدقة هخلص. تبت يد ابي لهب، يلا مش تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب. يا أيها الكافر لا قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الفلق
لا ده في حاجه غلط. انت برب الفلك من شر ما خلق. اللي يجي عليك يا احمد ما بيكسبش. كل اعوذ برب الفلق. عادي قولي وما اقدر الفلق. كل اعوذ برب الفلك. اهي ماشي يلا بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. خلصت كده؟ ألف مبروك. صليت الكل والله أحب. انت مش هينفع تشتغل كرة عصام. متوترة خالص بتضيع. دلوقتي يمكن اقدر اجاوب على السؤال اللي جالي على الانستجرام. من اول ما بدأت اتكلم عن التربية كانت بنوتة في نص الطريق بعتت لي رسالة قالت لي ان هي كل يوم بتفتح الستوري على امل اني اقول ازاي الواحد يربي نفسه. دلوقتي اقدر اجاوبك، دي المسج بتاعتها. الواحد بيربي نفسه بالقرآن. هناك بس هتتعلمي يعني ايه حجاب، ويعني ايه دين، يعني ايه شرع، يعني ايه فقه، يعني ايه توحيد، يعني ايه ثبات قلبك على حاجة، يعني ايه عدم نميمة والميراث، وهتتعلمي الحياة كاملة من اولها لاخرها. انا بدأت السلسلة دي بان احنا نحاول نفضي 8 شهور من حياتنا، لو ما عرفناش نفضيها كلها عشان شغلنا والحاجات الأساسية اللي عندنا ممكن نزودهم ويبقوا سنة. المهم آخر المدة دي نسمع القرآن ده في جلسة ويكون بالتفسير فاهمين اللي بنقوله، ولو احنا مش قادرين نحفظه المهم نخلصه كفهم واستيعاب صحيح للي بنعمله. أنا بدأت وعليكم تكملوا السلسلة دي. عايزة أشوف كمية فيديوهات كتيرة جدا فيها انتوا ختمتوا، فيها انتوا بدأتوا، فيها انتوا قريتوا، فيها انتوا دبرتوا في التفسير، لانه اهم من ان احنا نقرا بغبغاني. فيها ان انتوا بدأتوا تربوا نفسكم الاول. هرجع اقول بعد ما خلصت هل انا كده ربيت نفسي؟ لا، بس انا بحاول لسه ابدا اربي نفسي. هو التربيه بالقران، احنا بنهذب نفسنا لما نعلمها في فتره معينه انها تلتزم في وقت تخلص جزء من اجزاء القران وتدرب نفسها عليه، ولكن دي البدايه. لانه بعد ما تتعلم التفسير وتتعلم القرايه وتتعلم القراءه الصحيحه وتتعلم التجويد وتتعلم القران حفظته او قريته بس ثبته او لا، البدايه هنا انك تتبع بقى الخطى، هي دي النهاية. زائد اخر حاجة حابة اقولها انه ختمي للقرآن انا عملته بنيتين. في ناس انا ظلمتها بعلم وفي ناس انا ظلمتها بدون علم، سواء هم عارفين او انا مش عارفة او انا ما خدتش بالي او ايا كان. فانا بحتسب عند الله الاجر ده ليا وليهم، لعل وعسى لما نتقابل عند القنطرة يكونوا راضيين عني ومسامحين تماما، لان دي اكتر حاجة انا بتمناها دلوقتي. تاني حاجة ان هو يكون ليا والاهلي والجدي الله يرحمه. دمتم بخير يا جماعة. ما تنسوش تتوقعوا السلسلة عن ايه، وتقولوا لي تقترحوا عليا اسماء للسلسلة علشان اسميها، وتتوقعوا الجزء التاني من السلسلة يكون عن ايه. بس انا بقول لكم ان الموضوع ما خلصش هنا، وان اللي جاي الجزء التاني من السلسلة حلو قوي 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 وهيعجبكم. سلام.